السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحباب الكرام إلى حلقة جديدة من رحاب القرآن الكريم. هل جربتم يوما انتظار حبيب أو لقيا مشتاق أنهكه وأضناه الشوق لحبيبه؟ هلموا معنا لنترقب معا وصول تلك الرحمات وأعذب من تلك النسمات. دقات قلوبنا جعلت من عيوننا دموعا مشتاقة لدخول شهر رمضان الكريم، فنحن بتنا اليوم نطرب للقياه وبتنا اليوم أيضا نفرح بلياليه وبأيامه. فمرحبا بشهر القرآن، ومرحبا بالقرآن في شهر القرآن، مرحبا بشهر التسامح والصفاء والحب والإخاء. مرحبا بكم أيضا أيها الأحباب الكرام، ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة بلجنة التحكيم الحاضرة معنا، ابتداء بالأستاذة الحافظة آمال الخضر رئيسة اللجنة، والأستاذة الحافظة لقاء عبد الجليل، والأستاذة الحافظة هند حامس. كما أيضا أرحب هنا في هذه الحلقة بالمتشاركتين معنا والمتسابقتين في فئة المراكز والمصحف الكريم، ابتداء بالحافظة حورية علي عبد الله الشطبي من محافظة عمران ومن مركز رابعة العدوية، وبالإضافة أيضا إلى المتسابقة الثانية ريام حمود محمد النجار من مركز حفصة بأمانة العاصمة. نبدأ هذه المسابقة بمشيئة الله بطرح السؤال الأول على المتسابقتين. تتفضل الأستاذة آمال الخضر بطرح سؤال هذه الفقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ مسابقتنا في هذه الليلة مع الأختين المتسابقتين، الأولى حورية علي عبد الله والثانية ريام حمود النجار. نبدأ السؤال الأول من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة عيدي لو تسمحين. أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم والبغضاء في الخمر والميسر
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ حسبك، بارك الله فيك، جزا الله الأخت. الآن مع المتسابقة الثانية ريام حمود. رأي من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الله الذي خلق أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بارك الله فيك. الآن ننتقل إلى الفقرة الثانية، أسئلة علوم القرآن مع الأستاذة لقاء. أسئلة علوم القرآن نبتدئها بالمتسابقة حورية. السؤال: وضحي كيف كانت عناية العلماء في توضيح المكي والمدني من الآيات والسور. لقد اعتنى العلماء بعناية فائقة بمعرفة المكي والمدني، فرتبوا القرآن آية آية وسورة سورة حسب المكان والزمان وحسب نزول هذه الآيات. أحسنت، جزاك الله خير. نتوجه بالسؤال الثاني في علوم القرآن للمتسابقة ريام. السؤال: من مناهج العلماء في معرفة المكي والمدني من الآيات والسور المنهج السماعي، وضحي ذلك. وذلك من خلال ما تواتر عليه الصحابة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة فالتابعين وتابع التابعين إلى أن وصل إلينا. أحسنتي، فتح الله عليك. وإياكم. أيها الأحباب الكرام، وصلنا في هذه الفقرة إلى إعلان النتيجة بين المتسابقتين حورية علي عبد الله الشطبي وريام حمود محمد النجار. نتجه إلى لجنة التحكيم لإعلان النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة المسابقة كالتالي: الأخت حورية حصلت على الحفظ 39 من 40، وحصلت على التلاوة 39.5 من 40، وحصلت على درجة علوم القرآن 20 من 20، والنتيجة النهائية 98.5 من 100. أما الأخت الثانية ريام محمد النجار حصلت على الحفظ 40 من 40، وعلى التلاوة 39 من 40، وعلى علوم القرآن 20 من 20. الدرجة النهائية 99 من 100.
بهذه النتيجة التي أعلنتها لجنة التحكيم تكون المتأهلة معنا ريام حمود محمد النجار من أمانة العاصمة مركز حفصة، فقد حصلت على 99 درجة من 100 درجة، بينما تغادرنا حورية علي عبد الله الشطبي التي حصلت على 98 درجة ونصف الدرجة. وبدورنا من قناة اليمن نكرم المتسابقة حورية بمبلغ 25,000 ريال جائزة نقدية مقدمة من قناة اليمن. تفضلي حورية. مبارك عليك، انتظري أيضا، بالإضافة أيضا إلى هدية من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، شرح رياض الصالحين، بالإضافة إلى مصحف. أيها الأحباب الكرام، بهذه الفقرة نكون قد وصلنا إلى نهاية مسابقة المراكز بين مركز رابعة من عمران ومركز حفصة من صنعاء. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية لنتعرف على أسر قرآنية تتسابق في الحفظ والتلاوة والتجويد. اليمن تبقيك على اتصال. كل عام وانتم بخير. الآن اتصل مجانا مع باقة هاتف جديدة هاتف تواصل، تمنحك الاتصال مجانا طوال الشهر داخل شبكة الهاتف الثابت. هاتف تواصل، اتصال متواصل وبدون فواصل. هاتفي، خدمة تجمعنا. اليمن اليمن اتصالات اليمن، اليمن اتصالات اليمن. اليمن أحلى كلام، بلغ أحبابك سلام. كل عام وانتم بخير، رمضان جانا بخير، باتصالات دولية من ريال في الثانية. يا اتصالات اليمن. اليمن تبقيك على اتصال. كل عام وانتم بخير، رمضان جانا بخير، باتصالات مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، وأهلا بكم في هذه الليلة الرمضانية المباركة إلى سباق الأسر. في بداية هذه الفقرة نقول اجعل لك خبيئة، والخبيئة هي طاعة معينة تقوم بها لا يعلم بها أحد إلا الله. قد تكون ركعات في جوف الليل، صيام أيام لا يعلم بها أحد، تلاوة لآيات من القرآن الحكيم، دمعات ومناجات، كل ما لا يعلم به أحد من طاعاتك ولا تخبر به أحدا ولا يعلمه إلا الله، فهو خبيئة تجدها يوم تحتاجها بين يدي الله. مرحبا بكم في هذه الفقرة التي يسرني في مستهلها أن أرحب بلجنة التحكيم معنا هنا الشيخ الحافظ عبد القوي العرجلي، والشيخ الحافظ محمد السروري، والشيخ الحافظ محمد الوادعي. كما أيضا يسرني أن أرحب بالأسرتين المشاركتين معنا هنا في الحفظ والتلاوة والتجويد، ابتداء بالأسرة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرة مروان الدعيس. أنا مروان محمد حسن الدعيس، وهذه زوجتي أفراح محمد صالح المحفدي. تمنياتنا لكم بالتوفيق. كما يسرني أيضا أن أعرف بالأسرة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرة أكرم يوسف علي الريمي، وزوجتي رشيقة علي الريمي. نتمنى التوفيق لكلا الأسرتين في هذا اللقاء، ونتوجه بأسئلة هذه الفقرة إلى لجنة التحكيم. يتفضل رئيس اللجنة الأستاذ عبد القوي العرجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نرحب بالأسرتين الكريمتين في هذه الفقرة المسابقة بين الأسر. وبداية نبدأ مع الأسرة الأولى، أسرة الأخ مروان الدعيس، من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أحسنت وبارك الله فيك. وننوه السادة المشاهدون على أن هذه الكلمة كلمة أعجمي هي الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم التي لحفص يسهل الهمزة الثانية. ننتقل إلى الأسرة الأخرى، أسرة الأخ أكرم يوسف الريمي. اقرأوا من قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مشهود له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار. انتبه يا أخي بارك الله فيك، انتبه للحركة. فأما الذين شقوا شقوا القاف مضمومة. فأما الذين شقوا في النار لهم فيها ففي النار. فأما الذين شقوا في النار ففي النار لهم فيها زفير فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يكفي بارك الله فيك. ننتقل إلى أسئلة التجويد ومع الشيخ محمد الوادعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، ثم أما بعد. نرحب بالأسرتين الكريمتين، ونوجه السؤال الأول للأسرة الأخ مروان الدعيس في التجويد، والذي يقول: ما هي صيغة البسملة؟ هي واجبة في كل سورة إلا سورة براءة. وهذا هو القول المشهور ومذهب حفص عن عاصم. بارك الله فيكم. ونتوجه بالسؤال الآخر إلى المجموعة أو الأسرة الثانية، أسرة الأخ أكرم الريمي، والسؤال يقول: ما هو اللحن الخفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو خطأ يطرأ على الألفاظ القرآنية فيخل بالعرف دون المعنى، ويقع بترك الغنة أو المدود أو تفخيم أو ترقيق وما إلى ذلك. أحسنتم، بارك الله فيكم. إيش حكم اللحن الخفي عند القراء؟ قيل مكروه وقيل حرام. بارك الله فيكم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام. كان لقاء طيبا وتلاوة عذبة طيبة بين الأسرتين المتسابقتين، والآن أتجه وإياكم إلى إعلان النتيجة لهذا اللقاء وإلى رئيس اللجنة الأستاذ عبد القوي العرجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لنتيجة هذه المسابقة في هذه الحلقة المباركة، أسرة الأخ مروان الدعيس في الحفظ حصلت على 40 درجة، وفي التلاوة على 40 درجة كذلك، وفي التجويد على 20 درجة، وبهذا يكون المجموع 100 درجة من 100. وبالنسبة للأسرة الأخرى، أسرة الأخ أكرم الريمي في الحفظ على 37 درجة ونصف الدرجة، وفي التلاوة على 39 درجة، وفي الحفظ أو في التجويد عفوا على 20 درجة، ويكون المجموع 96 درجة ونصف الدرجة. وبهذا تكون أسرة الأخ مروان الدعيس هي المؤهلة لهذه المسابقة. نشكر لجنة التحكيم ونجدد الشكر للأسرتين على الأداء الجميل، وبهذه النتيجة تكون أسرة مروان الدعيس المكونة من مروان الدعيس وزوجته أفراح محمد صالح المحفدي هي المتأهلة للتصفيات معنا في الحلقات القادمة، بينما تغادرنا أسرة أكرم الريمي المكونة من أكرم الريمي ورشيقة الريمي، والذين حصلوا على 96 درجة ونصف الدرجة من 100. وبدورنا نكرمهم من قناة اليمن الفضائية ب25 ألف ريال جائزة نقدية. بارك عليك يا أخي العزيز، تفضل. بالإضافة أيضا إلى هدية عينية من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، شرح رياض الصالحين ومصحف. أحبابنا الكرام، أنتقل وإياكم إلى الفقرة التالية من رحاب القرآن الكريم إلى سباق 10 الأجزاء. كونوا معنا. اليمن تبقيك على اتصال. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير. نحبكم. نحييكم. نهنئكم. نثق بكم. ندعو لكم. تحية من القلب إلى جنود اليمن الأبطال. الكرام، ما أجملها ليالي رمضان، وأجمل ما فيها معيتكم بصحبة القرآن الكريم. رحم الله أحد السلف وهو يقول: السرائر السرائر اللاتي يخفين على الناس وهن على الله بوادر. فسؤال نوجهه إليك أخي المشاهد: ما هي العبادة التي تعملها والتي لا يعلمها أحد من الناس؟ استغفار بالأسحار، دمعة في خلوة، صدقة في سر، إصلاح بين الناس، صلاة بالليل والناس نيام،
اعقد العزم من الآن أن تكون لك خبيئة من عمل صالح يرضى الله به عنك يوم تحتاج إلى العمل الصالح. مرحبا بكم إلى هذه الفقرة التي يسرنا في مستهلها أن نرحب بلجنة التحكيم معنا الشيخ الحافظ عبد القوي العرجلي والشيخ الحافظ محمد السروري والشيخ الحافظ محمد الوادعي، وأيضا أرحب بالشبلين المتسابقين معنا في فئة الأجزاء العشرة، ابتداء بسلمان أحمد العمال من محافظة إب، والمتسابق الثاني عماد شرف الدين الحسني من محافظة ريمة. نبتدئ هذه الفقرة بطرح الأسئلة على المتسابقين. يتفضل الأستاذ عبد القوي العرجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بالمتسابقين سلمان وعماد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى لهما التوفيق والسداد. ونبدأ مع الأخ سلمان، يقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم. نعم تفضل. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون لتستوى على ظهره. لا. ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يكفي، بارك الله فيك. ننتقل للمتسابق الآخر الأخ عماد، يقرأ من قوله تعالى من أول سورة المعارج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع
من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالعهن بارك الله فيك. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. أحسنت وبارك الله فيك. أحبابنا الكرام، بعد هذه التلاوة الطيبة بين المتسابقين لم يتبقى في هذه الفقرة سوى أن نتجه إلى إعلان النتيجة. يتفضل الأستاذ عبد القوي العرجلي بإعلان نتيجة هذه الفقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر المتسابقين على هذا الأداء. وبالنسبة لنتيجة هذه المسابقة في هذه الحلقة، بالنسبة للأخ سليمان أو سلمان أحمد، حصل في الحفظ على 46 درجة، وفي التلاوة على 49 درجة، وبهذا يكون المجموع 95 درجة من 100. وبالنسبة للأخ المتسابق عماد شرف الدين، حصل في الحفظ على 48 درجة ونصف الدرجة، وفي التلاوة على 50 درجة، وبهذا يكون المجموع 98 درجة ونصف الدرجة، وبهذا يكون الأخ عماد شرف الدين قد تأهل في هذه المسابقة لهذه الحلقة. نشكر لجنة التحكيم على إعلان النتيجة، ونشكر المتسابقين على الأداء الطيب. بهذه النتيجة يتبقى عماد شرف الدين من محافظة ريمة للتصفيات معنا بعد حصوله على 98 درجة من 100 درجة، ويغادر سلمان أحمد العمال من محافظة إب بعد أن حصل على 95 درجة. وبدورنا من قناة اليمن نكرمه على أدائه الطيب بمبلغ 10,000 ريال. تفضل أخ عماد. بارك عليك سلمان، تفضل. بالإضافة أيضا إلى جائزة عبارة عن هدية مقدمة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم رياض الصالحين ومصحف. أحبابنا الكرام، العبادات الخفية والأعمال الصالحة السرية بها من كنوز الحسنات ما لا يعلمه إلا الله. وهذا زين العابدين بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به. قال عمرو بن ثابت: لما مات علي بن الحسين فغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سواد في ظهره، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: كان يحمل جرب الدقيق، يعني أكياس الدقيق، ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة. فرضي الله عنهم وأرضاهم. هي دعوة لأن يكون لك مع ربك خبيئة. أنتقل وإياكم أيها الأحباب الكرام إلى همسة نعالج من خلالها أوضاعنا برؤية إسلامية وسطية ومتزنة، ثم نضع عليكم سؤال هذه الحلقة، ونلقاكم بحول الله تعالى في ليلة رمضانية قادمة بمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. القرآن الكريم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى معجزة خالدة لهذه الأمة، وأنزله الله تبارك وتعالى دستورا ومنهاج حياة لهذه الأمة، من تكلم به صدق ومن حكم به عدل ومن سار على نهجه هدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن العظيم الذي عجز البشرية بأجمعها أن تأتي بمثله أو ب10 سور من مثله أو حتى بسورة من مثله أو حتى بحرف من مثله، لأنه قرآن معجز. وقد تحدى الله تبارك وتعالى به العرب أهل الفصاحة والبلاغة، فعجزوا أن يجاروا هذا القرآن العظيم الذي هو من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك تعسفا من هؤلاء ومن كفار قريش قالوا كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اقترحوا هذا الاقتراح الذي لا مجال لأن يصدقه عقل أو يصدقه إنسان عاقل، كيف أنهم يقسمون هذا القرآن أو يقترحون أن ينزل هذا القرآن على غير من اختاره الله تبارك وتعالى لحمل النبوة والرسالة، فظنوا أن المعيار هو الجاه والمال والسلطان، ونسوا أن معيار الله تبارك وتعالى آخر، معيار النبوة والاصطفاء الذي يصطفي الله تبارك وتعالى من خلق من يكون نبيا شيء آخر ليس للبشر دخل في ذلك. فالله تبارك وتعالى رفع هذه الأمة بهذا القرآن وجعلها أمة خالدة بهذا القرآن الكريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا القرآن الكريم، القرآن المعجزة الخالدة التي ستدوم حتى قيام الساعة وإلى ما شاء الله تبارك وتعالى، لأنه معجز الذي عجزت البشر أن تجاريه، هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. ولذلك من هنا ندعو كل مسلم إلى أن يجعل من القرآن الكريم لازما من لوازم حياته وضرورا من ضرورة حياته، كضرورة الطعام والشراب والملبس والمركب، عليه أن يجعل القرآن الكريم كذلك ضرورة من ضروريات حياته، لا يستغني عنه في حله وترحاله، في بيته أو عمله أو حتى في الشارع أو حتى على سيارته. عليه أن يجعل هذا القرآن ديدنه باستمرار، أن يقرأ هذا القرآن باستمرار، وخاصة ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر الله، شهر القرآن، شهر الصوم، أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن ومن تدبر القرآن ومن التفكر في آيات الله تبارك وتعالى. وكذلك معنى آخر من معاني الرفعة أن من يبذل في سبيل تعليم القرآن الكريم كذلك له من الأجر مثل ذلك الذي يقرأ، مثل ذلك الذي يتعلم. من يبذل في سبيل تعليم القرآن الكريم أو طباعة مصحف أو تيسير حلقات القرآن الكريم له من الأجر مثل ذلك الذي يتعلم أو يقرأ أو يحفظ، لأنه من دل على خير كان له من الأجر مثل أجره، لا ينقص من أجورهم شيئا. على الإنسان أن يرعى هذا المعنى في باله وذهنه. ولذلك كثرت الآن الجمعيات والمراكز التي تدعم وتسعى إلى تعليم القرآن الكريم والتي تسعى إلى نشر ثقافة القرآن الكريم، كالمراكز والجمعيات الخيرية كجمعية الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. فأقول إن ثقافة القرآن الكريم التي انتشرت في هذه الفترة يجب أن تسود في كل المجتمعات، في كل البيوت. لابد أن يكون هناك مصحف في كل بيت، مصحف ليس ذلك المصحف المطبوع، نقصد بالمصحف الذي يمشي على الأرض، ذلك الحافظ الذي يترجم أخلاقيات القرآن يمينا وشمالا، يترجمها في بيته، يترجمها في عمله، يترجمها في وظيفته، يترجمها في علاقته مع الناس. عليه أن يدرك ذلك جيدا، وأن القرآن الكريم هو سبب الرفعة وسبب التقدم والازدهار في حياة الأمة. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال حلقة الليلة: تمنى المشركون لو أن القرآن الكريم قد أنزل على رجل من سادة قريش، وقد رد الله سبحانه وتعالى على أمنيتهم تلك بآية في سورة الزخرف. اذكر الآية الدالة على ذلك. السؤال مرة أخرى:
تمنى المشركون لو أن القرآن الكريم قد أنزل على رجل من سادة قريش، وقد رد الله سبحانه وتعالى على أمنيتهم تلك بآية في سورة الزخرف. اذكر الآية الدالة على ذلك.